بعض الناس مؤخرا في سجنه الذي سجن فيه في العراق أن يومه كان يشغله في الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله. لا إله إلا الله. وإذا أراد الله بعبد ختم له بخير. قال رسول الله: إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يختم له بعمل صالح فيدخله الجنة. لا إله إلا الله. بل اسمع معي، قبل أن تغزوهم أمريكا بدأ الرجل يكفر بمبادئ البعث ويميل مع تيار الأمة المتوجه إلى رب الكعبة. ما الدليل؟ قال بعض أهل العراق في الأيام والسنوات الأخيرة من حكم صدام للعراق قبل أن تغزوهم أمريكا لاحظنا عليه تغيرا عجيبا، ففسح المجال لبناء المساجد بطريقة عجيبة، وأصدر قرارا أن كل قبيلة أو حي يريد بناء مسجد فميزانية الدولة تتكفل بنصف نفقات المسجد. فكثرت المساجد، بل كثرت في المساجد محاضن القرآن، فبدأ أهل العراق يعودون إلى الله جماعات. وقد التقيت في سنة 2001 في حرم الله مع عراقي من أهل السنة، وقد أهداني مصحفا وأهديته مصحفا، فتجاذبنا أطراف الحديث حول مجريات الأمور في العراق. ومما لا أنساه أبدا أنه قال: إن النظام الحالي فيه خير كثير، فلقد فتح المساجد وفتح الطريق للدعاة إلى الله لتعليم الناس دين الله. الله، 5 سنين بيني وبين هذا، 5 سنين. لا إله إلا الله. وخير من يعبر عن ذلك أهل مكة أدرى بشعابها. هذا جاء من العراق وقابلته هناك فأثنى على أواخر حكم صدام، لأن الاتجاه العام في أواخر حكمه للعراق كان يتجه نحو صحوة دينية، ولولا تلك الصحوة الدينية ما ثبت العراقيون في العراق لصد أكبر ترسانة عسكرية في الدنيا. فوضعوا أنفها في التراب، هزموا أمريكا. الناس ما شايفاش، هزموا أمريكا ورب الكعبة. مقاتلون أشاوس، مقاومة عراقية، جهاد في العراق لا يتحدث عنه في الإعلام، هو غمط لحق الجهاد في العراق لا يتحدث عنه، ولكنه جهاد مبارك أفضى إلى تمريغ سمعة الجيش، حتى لقد أسقط رمسفيلد، وأسقط الرؤوس الكبيرة في الأمم المتحدة، وأسقط حكومة اليمين المتطرف، ولأول مرة يصبح البرلمان بشقي النواب والشيوخ ديمقراطية. ويتحدث الآن في إعادة النظر إلى استراتيجية جديدة ستنهجها أمريكا في العراق لم يفصح عنها لحد الآن. المهم أن المقاومة مستمرة. من يحملها؟ المجاهدون. من هم؟ خريج المساجد. كانوا بركة ماذا؟ بركة الحركة التي أطلقها الرجل في أواخر حكمه للعراق للمساجد والدعاة والدعوة. صلوا على رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالرجل إذا تاب، وإن كان ذاك الذي تاب بعد قتل 99 نفسا في الحديث الصحيح، وأتم 100 حينما سأل عابدا ثم لم يفعل خيرا قط وسأل أعلم أهل الأرض
فقال اترك هذه الأرض ثم اذهب إلى الأرض الصالحة، ومات في مفترق الطرق، فحازه الله إلى رحمته وقبله ودخل الجنة ولم يسجد لربه سجدة، بل قتل وفسد، إنما قبله الله فقط لحركة قلبه التي توجهت إلى الله قبل العمل. فالله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تصل الروح الحلقوم. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب حبيب الرحمن. الله. حتى في قتل الناس ظلما. اسمع إلى قول الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. هذا الذنب اسمه هو شرك. والذين يدعون مع الله إلها آخر، شرك. ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا القتل، سفك الدم. ولا يزنون، هذه صفات عباد الرحمن. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. ومن يفعل ذلك أي يشرك ويسفك الدم الحرام ويزني، يعتدي على الأعراض. ومن يفعل ذلك، هذه الثلاثة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. صافي. يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. إلا من تاب، الاستثناء، تاب من الشرك فوحد الله بعد الشرك، وآمن بعد الكفر، وتاب من قتل النفس فعزم على أن لا يقتل نفسا واحنا وش نقولوا بالله صدام كان يقتل بحق الله. المحكمة هي اللي تقول لك، احنا ما رحناش عارف المحكمة اللي قال، نحن لسنا قضاة. الله أعلم. لا إله إلا الله. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب، ندم وأقلع على المعصية وعزم على أن لا يعود، وآمن، قوى صلته بالله، وعمل عملا صالحا، صلى وذكر الله وتصدق. هؤلاء يغفر لهم الله؟ لا. مش يغفر لهم؟ لا إله إلا الله. فأولئك يبدل الله. الله 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 الله، لا إله إلا الله. يا حبيبي يا ربي، كيف لا تحب أرحم الراحمين؟ ما كانش يغفر لهم، لا والله. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يروى أن عبدا من عباد الله جبارا في الأرض ما ترك داجة ولا حاجة، أي ما ترك كبيرة ولا صغيرة إلا فعلها، لكن الله ختم له بالتوبة. فيعطى الكتاب فيبدأ في قراءة صفحاته السوداء: قتل، سرقة، ظلمة تكتنف صفحات كتابه، وفي آخر أيامه إذا به يرى نورا يتلألأ لحسنات فعلها في الأخير، فيقول: يا رب يا رب، هذه الحسنات القليلة ما عساها تفعل مع هذا الركاب من الظلام. لا شك أن الميزان خفيف، وأن المعاصي ستثقل كفتها. فيخاطبه ربه:
ارجع من الصفحة الأولى، فإذا بالصفحة الأولى تتلألأ نورا. حسنات. الصفحة الثانية حسنات. الكتاب كله نور. حسنات. يتعجب ربي، ألم تكن صفحاته الأولى مسودة؟ أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. فقال الرجل وقد ضحك رسول الله، شو ود الرجل لو أنه أكثر من المعاصي حتى تكثر حسناته. عمرو شفت شو واحد يتمنى لو كان يكثر المعاصي؟ يا فضحك رسول الله. تمنى هذا العبد الذي ختم له بخاتمة طيبة أنه لو كان ممن فعل السيئات كثيرا قبل أن يتوب، لأن التوبة لم تجب